هذا هالشيلة إهداء من الشيخ أبو عواد بسام محسن داحش حاجب من أهالي عمران قبيلة حاشد خارف ناعط الحميرية. وهذا القصيدة إهداء لصديقها الشيخ منتصر أحمد قايد المنتصر، ونعم بآل المنتصر جميعا. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها أداء الشاعر أبو شهاب مطر. أبو عوادي بعد السلام والتقدير والاحترام، بقوى شعري وقوى كلام، ممدح شخصي غالي وجيد، يلهاجس ببحري تطوف، لف الكون كل لفوف، هات القافية والحروف بقوة مداها بعيد، اسرع وقتي لا تنتظر للشيخ الوافي منتصر، بيه كلنا نفتخر وصل لي بيوت القصيد، يغلى شيخي بسام قال قدرك على كل حال، أعلى من شيوخ الجبال في عيني وهذا أكيد، ولا المنتصر كلهم يعتزون في شيخهم، ونعم فيه ونعم بهم قوم ذوي بأس شديد، له تقديري عند القبل ما حد في محل يحل، في كل المواقف رجل عند الكل راية سديد، لا تاريخي من ذا القدم جده وثاقه بالقلم، رفرف من شيموخ علم متميز بمنهج فريد، من طيبه ومن طيبته زادت عندنا هيبته، والناس كلها حبته واحنا حبنا لا يزيد، له بالعرف والقبيله مرجع ما حدا يجهله، دايم راعي الاوله في الدرب الدالي والنكيد، حكمه محكمه عادله كل الناس تنقاد له، ما حد لا حكم جادله لانه شخص واعي رشيد، اعدل من تحكم حكم ما عمره لغير ظلم، من هو محترم يحترم ما لا شخص ثاني يحيد، مهما كان حجم الخلاف في حكمه نلاقي نصاف، واكرم من لضيف استضاف له بالعزه اقوى رصيد، حاتم طيب في عصرنا ابن المنتصر فخرنا، حبل الود